مهرجان عن الإمام الحسن سلام الله عليه، لكنه بدلت القصيدة، قريت بيت أبو ذيب ذاك اليوم، قلت بيه وظيفة أريد أقصد لديوانك، وظيفة وزيدك هم على همك، وظيفة 5 سنين ما عندنا، وظيفة أنا الطلب وقع لي علي. حلو. هذا يعني بسبب تعينوا 3-4 أشخاص من أصدقائي الأعزاء، يعني بسبب هذا البيت الأبو ذيب. بارك الله فيك. أما ما أريد أقوله حقيقة وإحنا على وجه عيد، أقول كون يسألني السياسي شراح ترسم لوحة إنه وجاي عيد، كون يسألني السياسي أنت شاعر شراح ترسم لوحة إنه وجاي عيد، كان قلت له أرسم دموع اليتامى بحسرة الثوب الجديد. الله. شكرا لك استاذ علي. حبيبي شكرا لك، شكرا جزيلا. وصلنا إلى هاشم العربي. هاشم العربي يضايقك أم يساعدك أنه يكون ابن إلك شاعر؟ والحقيقة ممكن الشاعر يتضايق ويحس بالمنافسة مع الجميع ما عدا ابنه، يعني يحس امتداد له، فما عنده مشكلة به. يعني مرات نفس الشاعر إذا حس بأنه ابنه مثلا يعني نجم بالوسط أكثر من عنده، هذا ما يضايقه؟ لا شوية يحقد عليه. وبالمناسبة يعني أستاذ علي، بالمناسبة كانوا يقرون الشباب يصفق لهم، لكن من قرأ أحمد ما صفق له. شنو يعني شنو اللي قصدك؟ ما أدري يعني ما أعرف. خلينا نسمع من أستاذ هاشم هسه. هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت، الله الله، متنمر عشق، الله يا هاشم، شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا باول بيت. الله الله الله. ويا هل قال لك ما جيت، شا هذا الضوء ايش مجسره صوب البيت، والصحة الورد وش فرط الرمان، وياه اللي ترى تشوف دمعتك كليت. يا هل قال لك ما جيت، يا غرنوق شعري الله، وجنحه شايل هور. يا غرنوق، يا غرنوق شعري وجنحه شايل هور، يا هل قال اكثر منك تمنيت، وهلا يلدم من دمك ولحماك وغير ما وقف دونك، على قلبي من احط طنك ولحماك احس ان ثوبك من بعدك علي. الله 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 يا هاشم العربي. شكرا لهاشم العربي، شكرا لاحمد سلطاني، شكرا لعادل الجحشي، شكرا لكل البدور والاقمار اللي حاضره اليوم معانا بهذه الجلسه وهذه الحلقه الرمضانيه الرائعه. شكرا لجوده ابو